في الفيديو بتاع النهارده هنقارن مع بعض اقوى موبايلين بسعر 7000 جنيه الشاومي ريدمي نوت 12 ضد السامسونج اي 23. وحرفيا انت هتطلع من الفيديو بتاع النهارده ده عارف انهي موبايل مناسب ليك اكتر، لان انا هقارن ما بين الموبايلين دول في كل حاجه، من ناحيه التصميم، الاداء، الكاميرات، الشاشه، البطاريه، سنسور المكالمات والشبكات وكل حاجه. وفي اخر الفيديو هقول لك الخلاصه انهي موبايل هيكون مناسب ليك اكتر. فبصراحه مش تظبيط اكتر من كده، اول مقارنه ما بين الموبايلين دول على اليوتيوب، ومن شويه لسه هقول لك ان انا هجيب لك الخلاصه. فزي ما انا مظبطك وهعمل لك مقارنه ما بين الموبايلين دول، انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تروق عليا كده بلايك، كومنت، فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنقارن فيها ما بين الموبايلين دول وهي الديزاين. وزي ما انت شايف كده اكيد اول موبايل شدك التصميم بتاعه كان الريدمي نوت 12، لان فعليا التصميم بتاع الريدمي نوت 12 ارقى بحبه حلوين من التصميم بتاع السامسونج اي 23، ده غير كمان بقى بوكس الكاميرات اللي شكله حوار قوي في الريدمي نوت 12، وشكله يعني رخيص جدا بصراحه في التصميم بتاع الاي 23. وبعيدا عن الشكل فعايز اقول لك ان الخامات بتاعه الريدمي نوت 12 على قد ما هي بولي كاربونات زيها زي الاي 23، بس فعليا هتحس كده ان الاي 23 فيه استرخاص في الخامات بتاعته، تحس ان البولي كاربونات بتاعه كده بولي كاربونات رخيص. اما الريدمي نوت 12 فتحس فعلا ان انت ماسك موبايل غالي، والماسكه بتاعته فعلا بتكون احسن من ناحيه التصميم كشكل وكمان كخامات وكماسكه، فكل ده هيروح لصالح الريدمي نوت 12. اما بقى لو قلبت الموبايلين على وشهم واتفرجت على الشاشه، فطبعا برضو شاشه الريدمي نوت 12 هتكون احسن من شاشه الاي 23، لان الريدمي نوت 12 جاي لك بشاشه اموليد 120 هرتز، اما الاي 23 ده جاي لك بشاشه اي بي اس ال سي دي 90 هرتز بس. والاوحش بقى من كل ده تصميم الشاشه نفسه، فشاشه الاي 23 جايه لك بتصميم الووتر دروب نوتش بحواف كبيره جدا شمال ويمين وفوق وتحت. اما الريدمي نوت 12 فحرفيا الشاشه بتاعته تعتبر من غير حواف، باستثناء بقى الحافه اللي تحت دي واللي هي حافه كبيره نوعا ما، بس فعلا بالمقارنه مع الاي 23 فهو يعتبر اجمد شاشه في الفئه السعريه بتاعته. لو انت بتحب تتفرج على فيديوز وافلام كتير فطبعا الريدمي نوت 12 هيكون احسن بالنسبه لك. اما بقى لو انت بتحب تسكرول على فيسبوك وانستجرام كتير فبرضه الريدمي نوت 12 هيكون احسن بالنسبه لك، لان الشاشه بتاعته 120 هرتز، اما الاي 23 فجاي لك بشاشه 90 هرتز بس. طب يا تميمي بالنسبه للاداء انهي موبايل احسن من الثاني في حته الاداء دي؟ عايزك بقى تركز معايا في حته الاداء دي، لان احنا هنقسم الاداء ده لحاجتين، اول حاجه وهي السوفت وير والتنقل ما بين الابلكيشنز، وثاني حاجه لو انت جيمر تشتري انهي موبايل فيهم. فخليني اكلمك بقى في اول حاجه وهي السوفت وير والتنقل ما بين الابلكيشنز. فطبعا السوفت وير بتاع شركه سامسونج ال1 يو اي بيكتسح السوفت وير بتاع شركه شاومي اللي هو الميو اي 14. فالسوفت وير اللي موجود في الريدمي نوت 12 اللي هو الميو اي 14 بجد غريب جدا، في كميه لاجات ودروب في الفريمز كده. اول لما انت بتفتح اي ابلكيشن بيقعد 3 4 ثواني كده على بال ما يحمل وبعدين يفتح لك الابلكيشن، واول لما انت بتعمل سكرول كده في الابلكيشن نفسه بتلاقي ان هو بيلاج كده، وفي حاجات كده بجد غريبه جدا في السوفت وير بتاع شركه شاومي. على الجانب الثاني عندك السوفت وير اللي هو ال1 يو اي على الاي 23 بيدي سوفت وير مستقر جدا، التنقل ما بين الابلكيشنز فيه بيكون ممتاز قوي، سرعه وسلاسه كده في النظام بجد مش هتلاقيها في الشاومي تماما، ومش هتلاقيها في اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي. فلو انت استخدامك تقيل وبتحب تتنقل ما بين الابلكيشنز كتير، عايز سوفت وير يكون سلس معاك كده ويكون معمر معاك لفتره طويله قوي، فخليك في السامسونج اي 23. اما بقى لو انت جيمر فطبعا لازم تروح تشتري ريدمي نوت 12، هيكون من ناحيه الشاشه هيكون احسن، لو انت بتحب تلعب باكتر من صباع هتلاقي ان الشاشه بتاعت ريدمي نوت 12 امتع في اللعب وكده، وكمان من ناحيه الاستقرار في الجيمز فالريدمي نوت 12 هيكون معاك احسن، هيديك 30 اف بي اس من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. فانت كده اكيد عرفت لو انت جيمر هتروح تشتري ريدمي نوت 12، لو انت استخدامك تقيل هتروح تشتري السامسونج اي 23. زي ما انا بجيب لك الخلاصه كده انت برضو لازم تجيب لي الخلاصه وتجاوبني على السؤال ده دلوقتي، هل انت لسه مكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب؟ لو انت لسه مش عامل لايك وسبسكرايب فانزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب، روق عليا كده يا جدع بكومنت او فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن. وخلينا بقى نتكلم على نقطه البطاريه. من ناحيه البطاريه فالموبايلين هنا جايين ببطاريه 5000 ملي امبير اور، والاثنين على فكره هيكملوا معاك اليوم بالمستريح تماما لو انت استخدامك من متوسط لاعلى من المتوسط بشويه. اما بقى لو انت استخدامك من خفيف لمتوسط فالبطاريه هتكمل معاك اليوم بالمستريح تماما، وكمان ممكن يكون فيها 20 30% كده لليوم الثاني، فنقطه البطاريه هيكونوا متعادلين فيها تماما. اما بقى من ناحيه نقطه الشحن السريع فعايز اقول لك الريدمي نوت 12 فيه شاحن سريع 33 واط، اما السامسونج ففيه شاحن سريع 25 واط بس. وعلى فكره بقى انا عايز اضايقك واقول لك ان السامسونج موجود فيه شاحن سريع 15 او 20 واط بس في العلبه، اما الشاومي فموجود في العلبه الشحن السريع اللي هو 33 واط. فدي بصراحه حركه صايعه جدا وحركه رخمه قوي من شركه سامسونج انها مش حاطه لك الشحن السريع في العلبه. اما شاومي فزي ما انت شايف كده حاطه لك شاحن سريع 33 واط موجود في العلبه بتاعه الموبايل، وبيشحن لك الموبايل بسرعه كبيره قوي تحس ان هو صاروخ في الشحن بجد. فنقطه استهلاك البطاريه نفسها هيكونوا متعادلين فيها، بس من ناحيه الشحن السريع فطبعا الريدمي نوت 12 هيكسب في الحته دي. سيبك بقى من الكلام ده كله وتعالى نتكلم شويه عن الشبكات بتاعه الموبايلات دي. عايز اقول لك ان نقطه الشبكات دي بجد الاثنين كانوا ممتازين جدا، الاماكن اللي انا بكون فيها وما بيكونش فيها شبكه تماما الموبايلين دول كانوا بيلقطوا شرطه وشرطتين، وكانت الشبكات بتاعه الموبايلات دي فعلا توب التوب في الفئه السعريه بتاعتهم، وكمان في اعلى من الفئات السعريه بتاعتهم الشبكه بتاعه الموبايلين هنا زي الفل. في ناس بقى كتير بتسالني على البروكسيميتي سنسور او سنسور المكالمات، فعايز اقول لك ان الشاومي هنا لاول مره بيبهرني موجود فيه بروكسيميتي سنسور حقيقي، وكمان السامسونج موجود فيه بروكسيميتي
بروكسيميتي سنسور حقيقي والاثنين شغالين بامتياز، مفيش ولا غلطه طول ما انا بتكلم او بفتح ريكورد على الواتساب او الماسنجر، كانوا الاثنين فعليا شغالين معايا بامتياز. فمن ناحيه الشبكات وكمان من ناحيه البروكسيميتي سنسور او اللي هو سنسور المكالمات، يعني الاثنين هيتعادلوا في الموضوع ده والاثنين جامدين قوي. الامان بقى والبصمه، عايز اقول لك ان الموبايلين هنا موجود فيهم الفينجر برينت في الزرار بتاع الباور، والاثنين بيكونوا صراع جدا وممتازين في الحته دي، وكمان تقدر تعتمد عليهم لو انت صباعك مثلا في عرق او حاجه هتلاقي الاثنين بيفتحوا معاك والاثنين دقيقين بطريقه مش طبيعيه. بس فكره المقارنه وفيديو النهارده ان انا اطلع لك الفروقات اللي موجوده ما بين الموبايلين دول. عايز اقول لك ان البصمه بتاعه السامسونج بتفتح باسرع بحاجه كده بسيطه من البصمه بتاعه الشاومي، علشان الشاومي السوفت وير بتاعه غبي وفي كميه لاجات كده وفي كميه فيد ان وفيد اوت بتفتح كده معاك، والانيميشن بتاعه بيكون غريب جدا. فمن ناحيه سرعه البصمه السامسونج هيكون اسرع معاك، بس من ناحيه الدقه والاعتماديه فالاثنين بيكونوا ممتازين جدا. اخيرا بقى تشتري انهي موبايل لو انت فوتوغرافر وبتحب تصور كتير بالموبايل بتاعك؟ عايز اقول لك ان بدون الدخول في تفاصيل وارقام غريبه والكلام ده، الصور قدامك انت تحكم. كمان السامسونج بيكتسح الكاميرات بتاعه ريدمي نوت 12 بجد، من ناحيه الالوان، اسلوب المعالجه نفسه، من ناحيه التفاصيل، من ناحيه الدايناميك رينج الموازنه ما بين الهايلايتس والشادوز، كل حاجه فعلا سواء كاميرا خلفيه او كاميرا سيلفي الشاومي بيكون في الضياع تماما بالمقارنه مع السامسونج. السامسونج بتقدر تطلع بالكاميرات بتاعته صور فعلا خياليه جدا جدا في الفئه السعريه دي. فلو انت فوتوغرافر وبتحب تصور كتير بالموبايل بتاعك ابعد تماما عن الشاومي ريدمي نوت 12 وخليك في السامسونج A23. الخلاصه بقى لو انت معاك سعر الموبايلين دول ومش عارف تشتري مين فيهم، فلو انت بتحب تصور كتير بالموبايل بتاعك وكمان همك السوفت وير والتنقل ما بين الابلكيشنز، فخليك في السامسونج A23. غير كده بقى كل حاجه بيتفوق فيها الريدمي نوت 12. انا من وجهه نظري لو انا مكانك ومعايا سعر الموبايلين دول هروح اشتري الاي 23، لان انا شخص بيحب الكاميرات وشخص بيحب الاعتماديه على الموبايل بتاعه، لما افتح ابلكيشن يفتح معايا بسرعه، لما تنقل ما بين الابلكيشنز يكون سريع جدا معايا، فالاي 23 بيقدم لي النقطه دي. اما بقى لو انت شخص جيمر ويهمك الشحن السريع بتاع الموبايل والشاشه بتاعته تكون جباره وبتحب تتفرج على فيديوز وافلام كتير، فخليك في الريدمي نوت 12. وبس كده يا جدعان، كده خلاص الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس سلام.